الشاب محمود مثقال بورات صديق المرحوم تيسير أبو زركة الذي فارق الحياة قبل أيام متأثر بجراحة إثر حادث طرق وقع بين عرعرة وبرطع. بداية، هل يمكنك أن تصف لنا شعورك في أعقاب وفاة صديقك؟ إنه صديقي شعور مأساوي أكيد، شعور محزن للغاية يعني. وإنه الواحد متأثر لأنه الواحد بكى عايش بيننا من أهل الدار يعني. حدثنا عن المرحوم. المرحوم، حياة المرحوم، شهامته ورجولته وصلته لهذا الموصول، إنه انتقل لرحمة ربنا، وإنه يعني بكى يحب الناس والناس كلها تحبه. عنده ملان أصحاب، غير إنه عنده ملان أصحاب أحباب ملان برضه. وشاب قلبه طيب، من أجدع شباب شفتهم بحياتي. شو بكى حلمه؟ حلمه زي أي حلم بكى، يعني إنه بده يحقق حلمه، نجاحه بالحياة كلها، إنه هذا هو. يعني هو شو بكى طموحه؟ شو بكى ناوي يعمل بحياته؟ يعمل بكى يشتغل، بكاش يقعد ولا يوم، وتعب وشكي بهالحياة. محمود، إذا بتقدر تحكي لنا بشكل عام عن مواقف جمعتك مع المرحوم بدون ما تتطرق للخصوصية اللي بينكم. بحدثنا عن شهامة المرحوم بما انه عرف بشهامته ورجولته. شهامة المرحوم الله يرحمه تيسير حسن أبو زركة، بكينا أمرار نطلع نطش نروح نيجي نسهر. كل ما نشوف حدا بالشارع، يشوف حدا محتاج يوقف ويساعده، إنه يشوف واحد بحاجة مثلا لمصاري يقدم ويعطيه، مستعد يدفع دم كلبه لواحد محتاج. بكاش بكاش خلي حدا يزعل منه بالمرة، يعني إذا حدا زعل منه نفس الدقيقة بنفس الدقيقة يرضيه. شو بتعرف عن الحادث، عن حيثياته؟ ما أعرفش. طيب، شو الرسالة او شو الطريقة اللي بنقدر نمنع منها حوادث الطرق؟ طريقة إنه كل واحد ينتبه بالشارع، إنه مش بحاجة يسرع، ياخذ حذره من الناس اللي حواليه، من الناس اللي واقفة على جنب الشارع برضه. إذا يبقى فيه مثلا سيارة معطلة يرخي، ما يمشيش بسرعة. يعني انت بتشجع الناس عمليا انه تكون بالموقف البطولي اللي كان فيه المرحوم تيسير، انه لو أكيد شافت يعني خطر أنا، تساعد. يعني أنا إلي بالضبط 18 سنة هاي عمري، يعني ما شفتش ولا خبر لحد الآن إنه شاب زي هيك يفكر بالتفكير اللي فكره تيسير. تيسير تيسير عمل موقف رجولي ما حدا بيقدر يعمله، انه شهامته ما قدرش يعني يمرق عن البنت اللي عملت الحادث، الحمد لله على سلامتها. وما يوقفش، وقف وحب يساعدها من كل كلمة. محمود، اذا بتقدر تحكي شوي عن الاوضاع اللي بعارة عقب وفاة المرحوم. وضع محزن للغاية، انه عرعرة تلبس الاسود، عرعرة وعارة طبعا. واكيد بالاخر يرحم ما فقده، لانه فقدوا شاب من اجدع شباب عرعرة وعارة.